بسم الله الرحمن الرحيم. كبسولات سياسية. نقطة البداية أن نتعرف عن الدولة التي نحن معنيون بها، وهي مصر. مصر في مرحلة ما بعد 25 يناير، تلك الثورة المجيدة، تعيد تعريف نفسها، تعرف نفسها دون انقطاع عما كان موجودا قبل ذلك. نريد كنقطة بداية أن نفهم الجزء الخاص بالهوية، وأفضل وسيلة كي نعرف بها هوية مصر أن نعود إلى الطريقة التي كان يعرف بها المصريون أنفسهم حتى هذه اللحظة. والوثيقة الأمثل التي تعبر عن ذلك هي الدستور. الدستور هي وثيقة الوثائق، هي الإطار العام الذي يحكم علاقة الشعب بالدولة، بل حتى أفراد الشعب بعضهم ببعض، بل مؤسسات الدولة بعضها ببعض. السلطة التنفيذية كرئيس الوزراء والوزراء، السلطة التشريعية كمجلس الشعب تحديدا ومعه مجلس الشورى، رئيس الجمهورية، القوات المسلحة، الشرطة. كل هذا يأتي تفصيل إشارات المرور وعلاقات التداخل والانفصال بين من يتحرك متى وبأي صلاحيات وفي أي اتجاه. كل هذا منصوص عليه في الدستور. إذا سنعود للدستور المصري، دستور 71، كي نعرف ما الذي كنا عليه، وكي نقرر إن كنا نريد أن نستمر على ما كنا عليه أو أن نقوم بتغييره. إذا هذه الكبسولة الأولى عن هوية مصر، وكلمة هوية تأتي من هو، من هو. فالسؤال الآن: من هو؟ من هي مصر؟ من هم المصريون؟ وماذا يريدون لأنفسهم؟ نعود إلى المواد الثلاثة الأولى من الدستور. الكبسولة الأولى تناقش هوية مصر من خلال المواد الثلاثة الأولى. المادة الأولى تقول: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. إذن رقم واحد: مصر جمهورية، ليست ملكية، ليست إمارة، ليست سلطنة، ليست إمبراطورية. جمهورية تأتي من الجمهور، وسنرى في المادة الثالثة أن هذا الجمهور أي الشعب هو مصدر السلطات، ويمارس السيادة كاملة ويحميها. إذا محاولة الرئيس السابق أن يورث مصر لابنه كانت تتناقض مع المادة الأولى من دستور 71 القائلة، هذه المادة تقول: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي. وكلمة ديمقراطي سيكون لنا معها وقفة، ولكن بصفة عامة هي تعني أن يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم من خلال ممثليهم. من هؤلاء الذين يمثلونهم؟ رئيس الجمهورية ينتخب، أعضاء لهم في البرلمان يمثلونهم وينوبون عنهم، يقومون بدور الوكالة في البرلمان. إذن هذه الصفة، صفة الديمقراطية، تعني أن مصر لا تقبل أن تكون ديكتاتورية. يقوم على أساس المواطنة، وهذه كلمة مهمة، كلمة مفتاحية تفتح لنا آفاق فهم هذا النظام. هذا هو ما ارتضاه المصريون لأنفسهم، أن يعيشوا على أساس المواطنة. ما معنى المواطنة؟ المواطنة هي المساواة رغم الاختلاف. المساواة رغم الاختلاف، لكنها ليست مساواة في كل المجالات، لأن بعض الناس ربما يكونون لديهم القدرة على العمل والاجتهاد أكثر من غيرهم. هي مساواة أمام القانون. القانون لن يفرق بين المصريين على أساس الجنس، بمعنى ذكر في مواجهة أنثى، إلا في حدود ما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعلينا أن نعي أن مواد الدستور لا يناقض بعضها بعضا، وإنما يفسر بعضها بعضا أو يحد بعضها من بعض، أي يضبط بعضها بعضا. لا يمكن للدستور، هذا هو الأساس النظري لفكرة الدستور، أن يناقض بعضه بعضا، أن تناقض بعض مواده بعض مواده الأخرى، وإنما ما يحدث أن مادة تفسر مادة أخرى.
أو أن مادة تضع قيودا على مادة أخرى، لكن إجمالا الدستور متناسق متعاضد إلى آخره. ولو كان فيه عوار، لو كان فيه تناقض، لو كان فيه اختلاف، فعلينا أن نعدله حتى لا تتواجد أو حتى لا توجد مواد يناقض بعضها بعض. إذن المواطنة تعني المساواة أمام القانون رغما عن الاختلاف في الجنس ذكر أو أنثى، في الدين مسلم أو مسيحي أو غير ذلك، في المستوى الاقتصادي حتى وإن كان بيننا من هم أغنياء أو فقراء، هذا لا يجعل أحدهم أمام القانون مختلفا عن الآخر، لأن القانون له قواعد عامة ومجردة، عامة تنطبق على الجميع ومجردة ليست مصنوعة لشخص على حساب شخص. طبعا نحن نتحدث لحد بعيد عما ينبغي أن يكون، لكن ما كان كائنا وسنأتي له بالتفصيل كان هناك تلاعب واضح بمواد القانون بل حتى بالدستور من أجل تأليه الحاكم ومن أجل توريث البلاد. والشعب المصري جزء من الأمة العربية، هذه تكملة المادة الأولى، الشعب المصري جزء من الأمة العربية، هذا ليس بحكم الماضي ولكنه بحكم المستقبل أيضا، سنعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. إذن الشعب المصري مطالب أن يعمل على تحقيق الوحدة الشاملة للعرب، هذا قطعا كان مستحيلا قبل 25 يناير أو قبل الثورات التي نراها في منطقتنا العربية، إنما الآن هذا ممكن إن نجحت الشعوب العربية في أن تتخلص من حكامها المستبدين وأن يكون قرارها بيدها، يمكن لها أن تقرر بحرية تامة إن كانت تريد مثل هذه الوحدة أم لا. المادة الثانية من الدستور تقول: الإسلام دين الدولة. الإسلام دين الدولة ليس جديدا في دستور 71، هذا النص كان موجودا في كل دساتير مصر بدءا من 23 من دستور 1923، والذي كان من بين من وضعوه في اللجنة التأسيسية له إخوة مسيحيون لنا، ولكن الروح الدائمة كانت بين المصريين مسلمين ومسيحيين على أن الإسلام هو الإطار الشامل لوحدة المصريين جميعا. مكرم باشا عبيد جاء له اللورد كرومر وأراد أن يلعب معه نفس اللعبة التي لعبوها مع إسرائيل، وطن قومي للمسيحيين في مصر. قال له هذا بريطانيا العظمى يمكن أن تساعد المسيحيين على أن يكون لهم وطن قومي في مصر. ماذا قال له هذا الزعيم الوطني المخلص؟ قال له: يا جناب اللورد، أنا مسلم وطنا، مسيحي دينا، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك للوطن أنصارا، ونحن النصارى لك للوطن مسلمين. من الذي قال هذا الكلام؟ زعيم مصري وطني مخلص مسيحي. آخر ما يعنينا هنا هو ديانته، هو رجل مصري أعلى من شأن الوحدة الوطنية، وبالتالي هذا واجب علينا إلى يوم الدين ألا نجعل أي شيء بما في ذلك نص المادة الثانية من الدستور يصل إلى درجة أن تفقد مصر وحدتها. والمادة الثالثة من الدستور تتحدث عن الوحدة الوطنية كإطار ضابط للمسلمين جميعا. أضاف الرئيس السادات في دستور 71 ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، هو جعلها المصدر الرئيسي للتشريع. البعض يخافون من تلك المادة وأقول لهم لا تخافوا. لماذا؟ أولا لأن الشريعة الإسلامية بحكم بنيتها تعترف بشرع من كان قبلنا، أي شرع كل غير المسلمين الذين كانوا قبل الإسلام هو معترف به داخل الشريعة الإسلامية، لأن في المسيحية الكذب حرام والسرقة حرام والزنا حرام، إذا كل ما كان قبل الإسلام من شرائع هو معترف به ضمنا في الشريعة الإسلامية. هذا واحد. ثانيا الشريعة الإسلامية تضع غير المسلمين الذين يعيشون إخوانا مع المسلمين في نفس المجتمع في مكانتهم اللائقة به، تجعلهم يدورون حياتهم وفقا لشريعتهم ولا يتدخل المسلمون في ذلك. إذن هذه المادة بصيغتها تلك هي حقيقة تدعم الوحدة الوطنية أكثر منها تنال من هذه الوحدة الوطنية. اللغة العربية لغتها الرسمية وهذا إقرار لواقع، فالمصريون جميعا يتحدثون اللغة العربية ويتكاتبون بها، وهي أمانة في أعناقنا ألا نضيعها أو نضيعها. المادة الثالثة من الدستور تقول:
السيادة للشعب وحده. هذه عبارة في منتهى الأهمية. السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. يوم أن خرج المصريون في 25 يناير ضد رئيس غاشم ونخبة فاسدة، هو كان يطبق هذه المادة الثالثة من الدستور ضد من حاول أن يعبث بالمادة الأولى من الدستور. هناك من رفض أو حاول أن يعبث بأن مصر جمهورية، وهي أول كلمة في المادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي. هناك من حاول أن يعبث بالجمهورية وأرادها أن تكون ملكية، وهناك من حاول أن يعبث بالديمقراطية وأرادها أن تكون أوتقراطية أو ديكتاتورية. وهنا وجد الشعب أن عليه مسؤولية أن يخرج كي يمارس سيادته ويحميها عبر الثورة المجيدة التي جاءت لتؤكد أن مصر جمهورية وأن نظامها ديمقراطي. بقية المادة الثالثة من دستور 71: ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. لا مجال لتنازع المصريين لأي سبب لانتماء جغرافي، لا مجال لمفاضلة بين أهل الصعيد وأهل سيناء أو أهل سيناء وأهل الدلتا، لا مجال للمفاضلة بين الرجال والنساء، لا مجال للمفاضلة بين الأغنياء والفقراء، لا مجال للمفاضلة بين المسلمين والمسيحيين، لا مجال للمفاضلة بين المصريين على فئات مختلفة داخل الإسلام إن وجد هذا، لا مجال للمفاضلة بين المسيحيين على فرق مختلفة داخل المسيحية إن وجد هذا. المصريون سيعملون في النهاية باعتبار سفينة الوطن، لا مجال لمن يخرقها، ولا مجال لمن يختطفها، ولا مجال لمن يقفز منها. نحن جميعا نريد أن نعيش في هذا الوطن في وحدة وطنية على الوجه المبين في الدستور. هذه كانت المقدمة بشأن هوية مصر. في المرة القادمة سنأخذ مفهوم الديمقراطية كي نحلله بتفصيل أكبر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.